سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. كما راكم تشوفوا حضرت لكم اليوم خبز محمص في الكوشه بزيت الزيتون. يعني هذا الخبز راح يجيكم بزاف بنين، نستعملوه مع لي سوب الحساء وخفيف ما يديركمش الوقت بزاف. كما راكم تشوفوا هذا خبز البايت، يعني كما نقولوا حنايا الصباح. قطعتوه هكذايا صغير تيتمغسو. هنا واش راني حنضيف له، عندي لهنايا معدنوس مجفف، وعندي لهنايا زيت الزيتون هكذايا. نضيف شويه المعدنوس للخبز او راح يعطي له طعم بزاف بنين، خصوصا مع زيت الزيتون. وكيزيدوا دخلوه للفور ويعطيكم هذاك التحماص او راح يجيكم مقرمش. يعني هذيك القرمشه هي السر باش يجيكم هذايا الخبز الصباح بنين. كما راكم تشوفوا راني ضفت له هنايا المعدنوس مع زيت الزيتون. درت كاس، من بعد نزيد نضيف نصف كاس تاع زيت الزيتون. يعني قد ما ديروا له زيت الزيتون قد ما راح يجيكم مقرمش وبنين. نجيب صينيه حطيت لهنا عليها ورق الزبده، نفرغ كامل هذاك الخبز وندخله الفرن. يعني الفرن شعلته من التحت ومن الفوق حتى وين تشوفوا هذاك الخبز تحمص لكم. شوفوا في الاخر كيفاش جا، او راح يجيكم بزاف بنين. شوفوا ما شاء الله. يعني وهذاك المعدنوس عنده طعم سيرتو كي يتحمص. وهنايا عملت السوب تاع القرعه ولا الكابويه. يعني هذه لاصوب بزاف بنينه. في الفيديو القادم ان شاء الله راني حنوري لكم الطريقه كيفاش حضرتها. لحقنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم.